لو فاكر إنك لما تشغل عداد كهرباء واحد على شقتين كده بتوفر، تبقى أنت غلطان، والحقيقة إنك ممكن تكون بتدخل نفسك في مشكلة قانونية وخسارة فلوس وكمان خطر من غير ما تاخد بالك. قسم العدادات مسبوقة الدفع في هندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات وضح إن تشغيل منزلين على عداد واحد هو مخالفة صريحة وبيعتبر توصيل لغير المشترك أو سرقة طيار، ولو اتعمل لك ضبطية قضائية ممكن تدفع غرامات كبيرة جدا، وممكن كمان الخدمة تتقطع خالص. وخلي بالك عداد واحد مش أوفر زي ما انت فاكر، لأن استهلاك بيتين مع بعض بيطلعك بسرعة لأعلى شريحة في نظام المحاسبة، يعني بدل ما كل بيت بيتحاسب على استهلاك متوسط، الاتنين سوا بيدخلوا في شريحة أعلى وسعر الكيلو وات بيزيد، فتلاقي الفاتورة بتتضاعف. ده غير إن العداد والسلك الرئيسي متصممين يشيلوا حمل بيت واحد، إنما لما تشغل تكييفين وغسالتين مسخنات في نفس الوقت الضغط بيزيد جدا وممكن يحصل انصهار في الأسلاك، غير إن المفتاح الأوتوماتيك هيفصل باستمرار. ودلوقتي قول لنا، جربت تشغل عداد واحد على بيتين ولا لأ؟